اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. نزلت النهارده السوق، جبت كرنبايه، قلت اعمل محشي النهارده و... وسلقت الكرنب على طول. جبت كرنبايه، سلقتها على طول، والتسبيكه كنت مسبكه على بيات، وكنت اتاخرت والله بس انجزت على طول. سلقت الورق، حطيت الحله على النار وحطيت الميه والملح، وقمت نازله بالورق، سلقته وقطعته، وما حطيت التسبيكة على النار. غلت كام غلوة كده، كنت عاملاها النص، يعني ما كملتش التسبيكة قوي يعني. وعشان ببقى احط فيها بقى السر اللي بحطه فيها، بحط فيها بصلاية بعد ما بتتسبك، بتسكر بقى المحشي، بتخليه زي العسل. يعني انا بسبك بالبصل والسمنة والزيت، وبنزل بالتسبيكة اللي هي الصلصة، ما بصفيهاش، ما بصفيش الصلصة، طماطم. وبعدين بنزل ببهاراتي: فلفل اسمر، كمون، كزبرة، شطة، بابريكا ديت بتخلي الصلصة حمرا برضو، بحط منها معلقة، معلقة صغيرة. وبنزل بعد ما بتقرب تتسبك كده، بقوم نازلة بالبصلاية، بكون مقطعاها قطع صغيرة، بحطها على الرز او بحطها في قلب التسبيكة وانا جاي اقفل عليها، بتسكر المحشي، بتخليه زي العسل. دي التكاية اللي بتخلي المحشي في حتة تانية الصراحة. واقوم انا بقى بقطع دلوقتي الكرنباية. كانت التسبيكة خلصت والرز كنت نقيته وغسلته وسبته يتصفى. وعملت، قطعت الخضرة، كزبرة والشبت. بحط في المحشي كزبرة وشبت، ما بحطش بقدونس، كزبرة وشبت بس، بكتر الشبت شوية كمان، بيدي طعم المحشي جميل جدا. هنا الكزبرة بتاعتي كتير اهي، الكزبرة بتخلي المحشي طعمه حلو. هنا برضو بحط نقطة فلفل اسمر، ونقطة كمون، ونقطة كزبرة، وادوق الملح بتاع التسبيكة. بشوف الحدق بتاعه، لو الحدق مظبوط خلاص. كان الحدق كان ناقص يعني عايز نقطة ملح صغيرة، حطيت نقطة ملح صغيرة. وهنا حطيت 4 معالق زيت، بتخلي المحشية لها لمعة كده حلوة. وقمت قلبت الخلطة كلها مع بعضها، الشبت والكزبرة والرز وكله والتسبيكة. وهنا قطعت طماطماية حلقات وبصلاية حلقات. وانا بقطع الكزبرة والشبت، باخد العودين بتاعها من فوق كده، واقوم حطاهم برضو مع البصلاية والطماطماية، اقوم حاشية بقى المحشي، واقوم مرصصاه عليهم. دي بقى القعدة بتاعة المحشي من تحت، المحشي ما يتحرقش ولا اي حاجة، المحشية تفضل زي ما هي. هنا لفيت المحشي، بلف واحدة بواحدة كده، وبحطها في طبق جنبي. وبعدين بقوم بعد ما اخلص بكده يعني، اقوم مرصصاه في الحلة بقى جنب بعض كده، ما باخدش اي حاجة. كانت الساعة بقت 4:30 والله، وانا مولعة على المحشي، يعني جري في جري. واحنا بنشتغل كده نستغفر ربنا ونصلي على الرسول: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. هنا التسبيكة بتاعتي، بكمل بقى المحشي وكده. وعملنا المحشي، وكنت جايبه وراك، كنت برضو مولعه عليها النار، ما جبتهاش الصراحه معاكم كده، بس سويتها وبصلايه كبيره وطماطمايه وفلفل اسمر وملح، وفي عرقها كده. وبعدين بعد ما قربت تستوي كده، قمت زودت، نشلت الوراك، وقمت زودت الشوربه عشان اخد شوربه احطها للمحشي. هنا كنت عملت شويه محشي كده، قلت مرصصهم معاكم كده، وبعدين مع نفسي كده هقف مع نفسي كده، اكمل مع نفسي، ما عادش وقت. وانا جايه اولع على المحشي هوريكم بقى انا ببقى احط كام ورقه كده على المحشي من فوق كده، بعد ما اخلص، وبعد ما احط نقطه الملح واظبطه كده، اقوم حط كام ورقه كده زي ما انتم شايفين على الحله من فوق. انا بشيل الورقه اهو، كنت نسيت وما صورتش، قمت شلت الورقه عشان اوريكم برضو. حطيت كام ورقه كده على المحشي من فوق، واقوم حاطه الشرب بقى واظبط القعد وكده، واقوم مولعه عليه. هنا كنت كده الحله خلصت، والله العظيم انا طافيه عليها ساعه الاذان، وما شاء الله كانت المحشيه كل واحده ما شاء الله، يعني محشي محشي.
وهنا اللي كان الأكل خلص وصبيت الشوربة وحمرت الوراك. وكده الفيديو يكون خلص يا حبايبي، ويا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.